بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وعربية لانسر وحادث مؤثر. طبعا احنا شايفين الشغل في الحوض وشفنا الفليتو، طبعا ده كله مشغول، الحوض مشغول بالكامل. طبعا العربية دي مقلوبة، فيها شغل بالحوض وفيها شغل بالسقف وفي شغل بالقوايم وفي شغل أسفل السيارة. طبعا الراجل اللي اشترى العربية طبعا اشتراها هو مش عارف حاجة في العربيات بصراحة، والراجل قال له العربية رشة بره، فخد العربية وجي رخصها في المرور. العربية اترفضت في المرور، فطبعا كلمنا الراجل اللي بيبيعها قاله، وحضروا الاتنين موجودين في الفحص، وعرفنا ان العربية دي طبعا مش هتنفع ترخص لان العربية مشغولة بالكامل، الحوض والشنطة والقوايم والشاسيهات. وطبعا لما هنرفع العربية هيبان معانا برضو الشغل اللي هو موجود معانا فيها. صاحب العربية مش عايز يرجعها، بيقول انت معاك عقد مسجل، انا معيش فلوس، استنى لما ابقى ابيع العربية كالعادة طبعا. فالراجل طبعا اللي حصلت له المشكلة وحصلت له الأزمة طبعا موقفه سيء جدا، طبعا عايز يرجع العربية وعايز فلوس العربية. وطبعا زي ما احنا شايفين كده شغل في الكارتيرات، طبعا دي كل فلوته معمول اللي طالع في ايدينا ده. طبعا الكارتيرات كلها مشغولة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، فلوته طبعا كله راكب، قلنا الحوض مشغول، الشاسيهات مشغولة، الشنطة مشغولة، السقف مشغول. حالة العربية بصراحة حالة سيئة جدا، بالإضافة إلى أن أنا عندي شغل أسفل العربية بالكامل زي ما احنا شايفين كده مع بعض، أسفل السيارة بالكامل مشغول كله. طبعا شغل زي ما احنا شايفين كده، بوتامين ومعجون موجود معانا. كمان احنا عندنا الأنطرة الخلفية أيضا طلعت من مكانها طبعا، وفيها لحمات، واحتمال طبعا الزاوية طبعا مش هتظبط، هي كده كده العربية حالتها كلها سيئة، حالتها سيئة جدا، فيها شغل في جميع أجزاء العربية، دواخل وخوارج. عربية رشة كلها بالكامل وقويمها رشة، والشاسيات بتاعتها مشغولة، والحوض والشنطة والكارتيرات. طبعا احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفق الراجل ده ويرجع العربية. طبعا زي ما احنا شايفين الأنطرة طبعا طلعت من مكانها. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أرقام أخرى أو أسماء أخرى.